إذا مشاهدينا الكرام، موهبتنا لهذا اليوم هي موهبة عراقية. هذا الإنسان الموهبة اللي هو كابتن مصطفى يقوم بأخذ الأشياء الجماد المنتهية الصلاحية أو اللي ما لها أي قيمة ويقوم بتحويلها إلى قيمة أفضل وقيمة إيجابية. يعني مثلا اليوم نشاهد هذه السيارة قام بإعادة تأهيلها وعملها بهذه الطريقة، وأيضا إضافة بعض الأمور والعناصر مثلا الشناشيل البغدادية التي تعبر عن صورة بغداد القديمة وعن العراق وعن حضارة بغداد وتراثيات بغداد الحبيبة. وأيضا لم يكتفي بهذا الموضوع فقط، بل اتعدى إلى أبعد من ذلك، وهو أن يقوم بتأهيل النفس الإنسانية والنفس البشرية بإعادة تأهيلها وتحويلها من طاقة سلبية في المجتمع إلى طاقة إيجابية. وكل هذه الأمور هي أمور إيجابية بالتأكيد، ونتمنى دائما نسلط الضوء عليها من خلال برنامج فوربلاس وفقرة مواهب. فخليكم ويانا بالتأكيد متواصلين وياكم وفقرة مواهب. مشاهدينا الكرام ومتابعي برنامج فوربلاس وفقرة مواهب، راح نتعرف أكثر على هذا المشروع اللي تحدثنا به، وأيضا مع الكابتن مصطفى. حياك الله كابتن مصطفى. الله يسلمك أستاذ، الله يعزك. قلبي كابتن مصطفى، حدثنا أكثر حتى المشاهدين يعني تكون عندهم صورة أكبر عن هذا المشروع، عن بداية هذا المشروع، من جت الفكرة لك؟ بصراحة يعني أنا هاي كانت فكرتي من زمان، يعني أسوي في شيء غريب، رغم ويا السيارة، يعني عجبني اسوي في شيء قريب على التراث العراقي، عيد من امجاد الاهل قبل، فسويتها بهالطريقه هاي. وقبل اسبوع ضفت هاي الشناشيل عليها، يعني حتى تزيد من هويتها البغداديه. اي بس يعني بحكم الظرف هسه بالبلد اللي يمر به، وهاي ما دا اخذ راحتي يعني بالشغل 100%. تعرف من وراء الظروف اللي قد نمر بها احنا، هم بتاثر علي. يعني مثلا لو الجو صافي، الامور زينه مثلا بالعراق، كان اقدر اسوي شيء بعد اقوى، يعني شيء يعيد من امجاد العراق وشيء افضل يعني من هذا الشيء. هذا اللي قدرت اسويه هسه بالوقت الحاضر. يعني صار ايش قد تقريبا من بلشت بالسياره يعني انجزتها؟ هي العام اشتغلت بيها، وهي بصراحه يعني شو تضيف لها ما تخلص، يعني تحب دائما تغيير تجديد. قبل نضيف لها هاي الشناشيل اللي يعني اكثر تعبر عن صوره بغداد القديمه وتراث العراق وحضاره العراق، كشكلها الاولي لما كملت ايش قد استغرقت من الوقت يلا انجزت يعني ترتيبها ترميمها تصميمها كلها؟ 6 شهور تقريبا. 6 شهور. جميل. ايش قد كلفتك تقريبا يعني كلها اموال ذاتيه تنميتها؟ تقريبا بالشده كلفتني، لان هذا الخشب خشب روسي. نعم. ضد المي ضد الشمس. وتعرف انت يعني مثلا كانت السياره كراون قبل، طلعت البيبان مالتها قعدتها يعني مثلا شلون على الشاصي، وجيت انا مثلا لحمت فريمات وقعدت وركبت هاي الشغلات، المحرك بدلته، ترتيبات كلها يعني تعرف وياي كلها مصاريف، يعني تدب محرك تشد محرك. وعندي فقره يعني صغيره بالمحرك هيجي شلون مثل طاويه هيجي على جهه اليسرى، هذا يزيد من سرعتها البلاديه. هم حركه فنيه بيها، وتشغيلاتها هم صعبه، يعني مو اي واحد يقدر يجي يشغلها. واضافه لهذه المعلومه يعني السويتش عوفه من الصبح لليل بيها، وبيبانها مفتوحه، اعرف كل زين ما تنباض. يعني واحد يريد اي ما وين يريد يوديها مثلا ياخذها وين اي وين يختلها مثلا وين جوا الارض هم تبين مستحيل يعني بارزه ماكو يعني. مرات تصادفني مثلا حالات بالمرور مثلا شنو مغير من معالم السياره من هاي، هو يعني واجبه الرجل حقه، بس طبعا. اكو فد شيء يعني بالعقل واضح، يعني هاي السياره اذا ارادت تسوي فد مشكله مثلا تدعم شخص او ما لا اضرب اشاره ما اضرب اشاره، لان انا اصلا احب القانون واحب الترتيب والنظام.
اذا ارادت لازم الله تدعم واحد او فد شيء، اذا من ناحيه مروريه يريد يحاسب. يعني هي السياره مبينه، انت شو تريد مثلا من رقمها او هاي رقمها موجود انا شايله. يعني شو تريد تسوي السياره مثلا؟ وين تريد تروح ورا ما تسوي مثلا تدعم واحد او فد شيء؟ واضحه هي اي. زين يعني كابتن مصطفى، الايجابيه اللي موجوده في هذه السياره برايك اللي ممكن توصلها الى جميع الناس، الى جميع مشاهدينا من خلال عملك لهذه السياره وهذه الفكره اللي انجزتها؟ يعني شنو الصوره اللي بدك توصلها، الهدف اللي بدك توصل للناس؟ اكو فد عاشيدك طبعا على السؤال الحلو. اريد ابين انه مو كل شيء تعبان، يعني الناس بنظرهم انه هذا الشيء تعبان انتهى وها هي. اكو واحد مثلا شويه يطول خلق بيه، يفكر، يعيد من امجاده. يعني مثلا عندك الشغلات اللي شفتوها قبل شويه، البرميل والتاير والشغلات المستهلكه اللي تريد تنشمر، تقدر تضيف لها كم شغله، ترتبها، تصبغها، تحكها، ما اعرف ايش، تعيد من امجاده. نفس الشيء اكو شغله اقوى من الجماد، هي شغله البشر. مثلا اكو شباب تلقاهم تعبانين بس ما حد يجي مثلا يحكي وياهم يابا انتم يعني نقدر نغير من حياتكم، هاي الحياه التعبانه اللي تعيشوها، تقدرون انتم بعد قدامكم مستقبل، تعيد من امجادك، تعيد من حيويتك. يعني تقدر تحول مو بس الشغلات التعبانه، تقدر حتى من ناحيه الناس هم تغير من مبدأهم، من حياتهم. والحمد لله شكراني هاي الشغله سويتها ونجحت بها بفضل الله. جميل جدا. اذا يعني هي رساله لكل المشاهدين انه اليوم الجماد اللي هو جماد الموجود اذا كان تعبان او كان منتهي نقدر نعيد تاهيله ونوصله صوره اكبر واجمل. عاد الانسان اللي اليوم يعني يقدر مجرد واحد يدعمه معنويا او ماديا يقدر ينهض به. ذكرت عن هذا الموضوع، شنو اللي يعني الحالات اللي ظهرت عندك مثلا في تاهيل نفسيه الانسان نحو الافضل من حالته السلبيه الى طاقه ايجابيه اكثر فعاله؟ صادفتني يعني شغله، يعني مثلا صارت بالمنطقه هنا اكو شخص يتعارك. نعم. دائما يعني هو يحب يتعارك ويا ثلاثه ويا اربعه ويا خمسه. فالزمته قلت له انت بمكان يعني تتعارك بالشارع وسمعتك ما حلوه، شو يقولون الناس عليك سبع؟ ما يقولون عليك سبع، يقولون غير حكايه عليك، مشكله شيء او ايه. انت ليش ما تحول هاي الطاقه من شارع الى بساط، الى حلبه، اقلها اهلك يفتخرون بك، يقولون بنا بطل، رفع اسم العراق او العرب او اسيا او العالم. حول هاي الطاقه اللي انت هسه تمتلكها، اذا تطلعها مثلا على العالم، على مدني، تقدر عن طريق الرياضه تلبس جفوف مثلا مال الملاكمه، تنزل تتحول حياتك من حياه بالشارع، يعني حياه ما حلوه. لا ابوك يكشخ بيك، يقول شو يقول ابوك مثلا؟ يقول ابني والله كتر خمسه، يفتخر بيك قدام العالم، ما يقول. بس من يشوفك نازل على بساط رياضي ودت تتلاكم او دت تصارع، هم ترفع اسم بلدك، هم ترفع اسم عائلتك، اسم منطقتك، اسمك انت، العالم تمدح بيك فلان بطل، فلان بطل. فالحمد لله والشكر سويت هاي المحاوله ونجحت بفضل الله. جميل جدا. زين حدثنا عن المقهى اللي شاهدناه جالس فيه، يعني باطارات السيارات، ببعض الامور اللي انت محولها لشيء اجمل وهويه جميله لبغداد. الاخر شيء اللي قدرت اوصل له انه احصل لي على قهوه صغيره استرزق من عندها. سويتها بشكل تراثي، يعني الغراض القديمه مال اهل بغداد اللي كانوا يستخدموها بالبيت او بالقهوه، حطيتها هو بهذا المكان وهسه استرزق من عندها. وهسه احنا تقريبا 15 واحد، رتبنا شارع هناك ورتبنا جزره وسطيه وسوينا كلها على حسابنا الخاص. هي مو على حسابنا الخاص، يعني كلها ما كلفتنا 25,000 دينار. بس اللي يباع يقول لك هذا صارف عليه بالشده بالشتين بشغلات خفيفه. وبالوقت الحاضر وقفنا لان شفنا ما حد يدير بال، وتعرضنا يعني الى حكي، يعني مثلا هاي شنو يستفادون ذولا، شوف منو يدعمون منو. احنا الله وكيلك لا حاصلين شيء ولا.
زين، نرجع لموضوع السياره. ايضا ما كان اثر يعني او صداها على الناس، على نظره الناس، يعني شو شفت نظرتهم ايجابيه سلبيه عليها؟ اكو ايجابيه واكو سلبيه. يعني تصادفني مثلا شخص يجي عاشت ايدك مبدع، الله يبارك بك، الله يحفظك، تسلم هاليد الحلوه، يعني اسمع هيك حكي. واكو مثلا واحد يجي يقول يعني لو بيدي عوده مال شخاط احرقها، او شنو هذا الشيء القديم، بس احنا وين، احنا 2016 شنو نسوي سياره خجل، يعني اسمع كلام انتقادي كلام ايجابي بالعكس يرفع من معنوياتك. شنو الطريقه اللي تعامل فيها وياهم؟ باعتبارك اليوم يعني مثال الانسان الايجابي. اثنيناتهم، اذا هذا واذا هذا، اذا اريد اطول شويه خلق وياهم ابتسم بوجههم، اذا هذا واذا هذا. جميل. اي ما عندي اي مشكله. توصل رساله بانه انا مقتنع باللي سويته وبالابداع اللي سويته، تبقى انت اقتنعت حريه شخصيه. هي هاي شلون تنقاس يعني على مثلا احنا واقفين 4 شباب. نعم. تفوت فد بزونه من يمنا وقطه، يعني كل انسان يقدر يباوع عليها بنظره خاصه. مثلا شخص يباوع عليها بنظره يريد يمسد على راسها، شخص يريد ينطيها فد اكله، شخص يريد يشيلها ويشمرها، شخص يريد يقتلها، كل من له فد نظره خاصه به هو. فنفس الشيء السياره مثلا من تفوت اكو اللي يشوفها شيء حلو، واحد يشوفها لا شيء ما حلو. كل واحد ونظرته. انا بالنسبه لي يعني ما تاثر علي اذا شافها حلوه او ما حلوه، انا بالنسبه لي انا اعرف شلون دا اشوفها. مقتنع باللي مسوي، بالاخص كان شيء ايجابي ويعبر عن هويتنا كبغداد الحبيبه، عن تراث بغداد مثل ما شاهدنا الشناشين. ايضا يعني هناك ايه قرانيه لا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. بالتالي يعني كلها امور هي امور ايجابيه ترفع من الانسان ومن شان الانسان ومن شاننا احنا كاهالي بغداد وعاصمتنا الحبيبه بغداد. اذا مشاهدينا الكرام وايضا متابعي برنامج فور بلاس وفقره مواهب، راح نختم ويا الكابتن مصطفى. ولكن كابتن مصطفى اذا ممكن يعني ناخذ جوله بالسياره. على راسي على راسي عادي. خليكم معنا مشاهدينا الكرام بالتاكيد. شكرا للزميل حسين الناصر واهلا وسهلا بكم.